رزقار، أنت كنت قاضي في المحكمة الجنائية ومن ثم استقلت بسبب التدخلات في عمل القضاء. يعني برأيك يعني بمشاهدتك وملاحظاتك، ما هي هذه التدخلات وكيف كانت تحصل؟ نعم، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. الصراعات السياسية برأيي بين الجهات والأحزاب المتناحرة هي التي تدفع بأن تحاول كل جهة أن تسيطر على خصمه السياسي، ويلجأ هذا الطرف أو ذاك إلى كل الوسائل، ومن ضمنها وسائل التأثير على القضاء للفوز بقرارات قد تكون لصالحه في نهاية المطاف وخلال المنافسة أو الصراع الشديد الذي نلاحظه الآن على الساحة العراقية. طيب سيد رزقار، من مصلحة من أن يبقى القضاء العراقي غير مستقل مسيس؟ كل ملفات تفتح بين فترة وأخرى، سواء على النواب أو على وزراء، على أي شيء آخر. يعني هناك ملفات تفتح ضد أشخاص. من مصلحة من أن يبقى القضاء العراقي مسيس وغير مستقل في اتخاذ قراره وكلمته؟ العفو، لم أسمع السؤال جيدا. نعم سيد رزقار، يعني الكثير يتساءل وليس نحن فقط، من مصلحة من أن يبقى القضاء العراقي غير مستقل باتخاذ قراراته اليوم؟ نحن لا نستطيع أن نتهم القضاء بهذه المطلقية بأن القضاء غير مستقل، لكن علينا أن نلاحظ بأن هناك قضايا، هناك محاولات للتأثير، هذا لا ينكر. هناك محاولات للتأثير على القضاء، لكن هل هذه المحاولات تنجح أم لا؟ هذا متروك لرأي السادة القضاة أو المحاكم التي تثار أمامها هذه المسائل أو هذه التأثيرات. فنحن نشيد بالقضاة العراقيين وبتاريخهم وبتراثهم بأن لا يخضعوا ولا يتأثروا بما يدور في الصراعات السياسية، وإنما في القضاء إجراءات، وإجراءات منظمة بموجب القانون، وللقضاء تقاليده وأعرافه وقوانينه وأحكامه. فالقضاء يجب أن يكون صامد وقوي، وأنا لا أستبعد التدخل السياسي، لكن المهم في القضاء أن يبقى يواجه الصراع ويواجه التدخلات بأي شكل من الأشكال. فعلينا أن نحترم القضاء أيضا، وأن لا نفقد ثقتنا ولا نفقد ثقة الشعب بالقضاء. لكن هذا عيب وخطأ من جانب السياسيين ومن جانب الأحزاب السياسية أو السلطات الأخرى التي تحاول النيل من استقلالية القضاء. هذا النيل يؤثر بالنتيجة على مستقبل العراق. طيب سيد، وعلى مستقبل الأطراف السياسية أيضا. نعم. طيب سيد رزقار، كيف يستطيع الرأي العام أن يعرف بأن هناك قضية يتم فيها التدخل وقضية أخرى لا يتم فيها التدخل؟ يعني آخر قضية على الساحة السياسية هي قضية السيد طارق الهاشمي. كيف يميز الرأي العام والمشاهد الآن يشاهد، كيف يميز هذه القضية فيها تدخل وأخرى ليس فيها تدخل؟ يا سيدتي، المفروض هذه القضايا لا تعرض أمام شاشات التلفزيون وأمام الرأي العام. القضايا الجنائية أو القضايا التحقيقية تبقى سرية في أروقة المحاكم وأمام قضاة التحقيق أو اللجان التحقيق المكلفة بذلك. فالمفروض، لأن المحاكم فيها إجراءات خاصة وفيها مراحل، المحكمة في مراحل التحقيق محاكم سرية، يعني مو المحاكم سرية، وإنما الإجراءات تكون سرية إلا لأطراف الدعوة نفسها. لا يفترض باطلاع الرأي العام على ما يدور في أروقة المحاكم التحقيقية قبل
أن تحال القضية إلى محاكم الموضوع. إن المحاكم في مرحلة الموضوع، أي أمام محاكم الموضوع، المحاكم علنية، ولهذا من بإمكان كل شخص أو أي من أبناء الشعب أو حتى الإعلام أن يحضرون، كهذا مبدأ دستوري ومبدأ عالمي، علنية المحاكمة. فلماذا التأثير على أو التشويش على القضاء، أو محاولة التأثير على القضاء من خلال حشد رأي العام أو في قضية من القضايا؟ هذا خطأ كبير، وهذا باعتقادي نوع من التعدي على سلطات القضاء، في أنه يصنعون أحكاما مسبقة بشأن قضايا معينة، وهذه لاحظناها في كثير من الأحيان، وبالتالي يجعل من القضاء في موقف لا يحسد عليه. فهذا التأثير يعتبر جريمة بموجب قانون العقوبات. لا يجوز التأثير على المحكمة ولا على الشاهد ولا على الخبير، والتأثير لها أساليب مختلفة. فأنا أستغرب من عندما تثار مسائل تحقيقية وهي في بدايتها، وقبل أن تحال على المحكمة تصبح ضجة إعلامية تجاه هذه القضية أو تلك. هذا لا يجوز. نعم السيد رزقار أمين، قاضي سابق في المحكمة الجنائية العراقية، نشكرك جزيل الشكر.